السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استيقظت الأردن اليوم على خبر محزن جدا، حيث توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الشاب أيمن العلي المعروف بملك جمال الأردن، وذلك بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة. وقد نعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشاب أيمن العلي بكلمات حزينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن صراعه مع المرض كان ملهما للكثيرين. وكانت والدة الشاب أيمن العلي أكدت خلال الأيام الأخيرة أن حالته الصحية تدهورت، لافتة إلى أنه توقف عن العلاج الكيماوي مكتفيا فقط بالمسكنات. كما كتبت والدته كلمات مؤثرة عبر حسابها على فيسبوك: كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات. وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم في العاصمة عمان بالأردن. إذن إنه من المقرر أن يتم دفنه في مقبرة سحاب، فيما يقام العزاء في رابطة عرابة بمنطقة عرجان. كان أيمن العلي كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في انستغرام عام 2023، مؤكدا حينها أنه لن يستسلم للمرض، وقال وقتها بأنه سيتحدى المرض. أهم شيء ادعوا لي، وإن شاء الله ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. يذكر أن رحلة أيمن مع المرض لم تمر بصمت، فقد كان حريصا على مشاركة تجربته مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثا عن تحدياته بروح إيجابية. وفي أيامه الأخيرة تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه. وقد نشر خبر وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن ابن عمه بشار عبر صفحته الشخصية على انستغرام عبر خاصية ستوري، وعلق قائلا: ابن عمي أيمن انتقل إلى رحمة الله، مع السلامة يا حبيب قلبي، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة. كان المفروض الشهر المقبل نحتفل بعيد ميلادك، وكنت محضر لك مفاجأة، بس اطمن حبيبي، راح اتبرع فيهم لروحك. وكان آخر ظهور لملك جمال الأردن من خلال صورة نشرها على فراش أحد المستشفيات في الأردن برفقة والدته، وبدأ منهكا بجسد هزيل وفقدان للوزن بشكل واضح، مع تورم كبير في قدميه وبطنه إثر معاناته مع هذا المرض. وعلق عليها قائلا: الحمد لله، دعوة من القلب، نسأل الله جل وعلا أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وصدق رسول الله حين قال: وإن العين لا تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.